مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تبقى المناطق الشمالية تشهد خلال ليلة اليوم وحتى خلال فجر يوم الغد ضباب مع نسبة رطوبة عالية، كذلك سحب سفلى، لكن خلال يوم الغد بحول الله السماء ستميل إلى الصفاء بحول الله تدريجيا بعد الصبيحة. بالنسبة للمناطق الجنوبية ستشهد أجواء مغاشاة نحو مناطق الصحراء الوسطى، شمال الصحراء، الجنوب الشرقي، حتى بالهوغار والتاسيلي. أحيانا السحب تكون كثيفة مرفوقة بأمطار محلية، قد تكون على شكل زخات رعدية نحو منطقة إن صلاح إلى غاية منطقة إليزي، ويبقى الصفاء يعم كل مناطق الجنوب الغربي إلى غاية أقصى الجنوب. درجات الحرارة خلال ليلة اليوم ستكون البرودة محسوسة بكل المرتفعات الداخلية، حيث لن تتعدى 5 درجات، تقرب درجتين فقط كأدنى مقياس بالجلفة، تصل إلى 9 درجات بالسواحل، كذلك بشمال الصحراء. بمرتفعات الهوغار ترتفع بدرجة واحدة نحو كل الجنوب الشرقي، حتى بمنطقة تندوف 6 ببشار و17 ستكون كأعلى مقياس ببرج بجي مختار. أما خلال ظهيرة الغد الحرارة القصوى أيضا تبقى مرتفعة نوعا ما أو معتدلة بالأحرى على كل المناطق الشمالية، تقارب 21 درجة نحو تقريبا كل السواحل، عدا بعنابة والطرف ستقارب 19 درجة، نفس المقياس بغليزان، أعلى مقياس سيكون بتلمسان ب 23 درجة، مقاييس ما بين 15 إلى 17 بكل الهضبة العليا، 18 بغرداية، تصل إلى 21 درجة بتمن راس، 24 درجة نحو تندوف، و29 درجة كلما اتجهنا نحو أقصى الجنوب. أما للملاحة والصيد البحري يوم الغد البحر سيكون هادئ، هذا على طول الشريط الساحلي، حتى الرياح ستكون ضعيفة متغيرة الاتجاهات. أما عن وقت شروق الشمس دائما التوقيت يناسب العاصمة وضواحيها سيكون في حدود الساعة 7 صباحا و49 دقيقة، أما الغروب على الساعة 5 مساء و31 دقيقة. مشاهدينا أشكركم على حسن المتابعة ودمتم في رعاية الله وحفظه.